هلو كوكيز. طبعا زي ما انتوا شايفين كده النهارده الهير كير روتين، وعشان دايما بحب الكيرليهات بتاعتي تكون مترطبه قوي، فالنهارده بقى هوريكم طريقه جديده. الطريقه دي بتضمن ان شعري يفضل مترطب اسبوع. انا بسميها الدبل ساندويتش. اول حاجه ان انا بعمل حمام زيت وحمام كريم الاتنين مع بعض في نفس الوقت. زي ما انتوا شايفين استخدمت الهير اويل ميكس بتاع ريتاليا، واخدت منه بالقطاره كده على كل فروه الراس. شايفين البيبي هير طول وصل لحد فين؟ خلي بالكم ان انا ممكن تبان الحته دي خفيفه، لكن عشان انا الشعر فيها فاتح فمش باين قوي، لكن فعلا البيبي هير طول خالص. بعد كده بعد ما حطيت على الفروه بتاعه الراس الاويل وعملت مساج كويس قوي، يجي بقى دور حمام الكريم. بس انا بقى عشان اضمن ترطيب مضاعف لحمام الكريم، زي ما قلت لكم بعمل دبل ترطيب، بان انا بستخدم حمام الكريم وكمان عليه حمام الزيت. وطبعا مفيش احلى من ترطيب حمام الكريم بتاع ريتاليا يا جماعه، ده فيه شويه حاجات خطيره: زبدة شيا، زيت جرجير، بذر كتان. وتعالوا بقى كمان اقول لكم على مجموعة الزيوت كان فيها ايه. اهم 7 زيوت محتاجاهم فروة الراس وشعرك عشان يطول ويتقل. فعدي معايا بقى كده يا ست الكل: زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت اللوز الحلو، زيت الروزماري، زيت بذور الكتان، زيت الحبة السوداء، وزيت السمسم. وهنا طبعا بعد ما وزعت الخليط ده على كل الخصلات، ببتدي ان انا الف كده الخصلة علشان خاطر تاخد الوضع بتاع الكيرلي اصلا من بداية ما انا بعمل حمام الكريم، وده بيساعدها تحتفظ بالترطيب اطول وقت ممكن. وزي ما انتوا شايفين بتأكد ان كل الاطراف اتحط عليها الخليط اللي انا عاملاه ده علشان خاطر تكون مترطبة كويس. طبعا بفك الجنب التاني وبرضو بعمل فيه نفس اللي حصل في الجنب الاولاني. شايفين انه كان فيه تشابك جامد جدا قبل ما ابتدي اعمل التركيبة بتاعت حمام الكريم على حمام الزيت. وزي ما انتوا شايفين كده احلى حاجة في حمام الكريم انه بيفك التشابك اللي موجود في الشعر، فعايزة اقول لكم خطير، بيدي نعومة ولمعان في الشعر قوي جدا. بعد كده طبعا حطيت الكيس البلاستيك الجامد ده، وحطيت بعد كده عليه كمان الفوطة المايكرو فايبر زيادة كتمان يعني. بعد كده سبت الخليط ده على شعري حوالي ساعة، وبعد كده بصوا شايفين اللمعة اللي في الشعر عاملة ازاي؟ شايفين الشعر شكله مترطب وشكله حلو ازاي؟ وكل الهيشان اللي كان موجود قل تماما. يلا بقى نبتدي نغسل شعرنا. طبعا غسلته بشامبو ريتاليا بالروزماري والافوكادو، على الرغم من ان هو سلفيت فري الا ان هو برضو بيرغي وبينظف الشعر حلو جدا. طبعا بستخدمه على فروة الراس فقط، وببتدي انضف بيه فروة راسي كويس قوي. وهنا كنت غسلت كمان شعري خلاص، وزي ما انتوا شايفين يا جماعة ناعم وفلافي وحلو قوي. تركتين مهمين قوي بقى اثناء غسيل الشعر: انك بعد ما تغسلي شعرك بتنشفي بفوطه مايكرو فايبر عشان تحفظ الترطيب. تاني حاجه انه بحط تاني حمام كريم على اطراف الشعر علشان خاطر يفضل متغلفه كده بطبقه من حمام الكريم في الترطيب، وبسيبه بس 5 دقايق وبغسله على طول. وده كان نتيجه الدبل ترطيب اللي احنا عملناه. النتيجه خطيره، في فوليوم في الشعر وشكله يجنن.